الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا رؤوف، الف مبروك. يلا بقى يا ام عصام بقى، زغراتي وجلجلي. مبحوح مش طالع. ايوه يا استاذ هلال، معلش كنت مشغول ما عرفتش ارد عليك. بكتب كتابي بتجوز يا استاذ هلال. فعلا؟ طب اصل الحقيقه مش هينفع اجيلك دلوقتي. بتجوز، بقول لك بتجوز. طب انا جاي لك حالا. ايوه حالا اهو حالا. لا مؤاخذه البطاقه. رؤوف زغرتي. لا. أمر يا فندم. ممكن اعرف يا فندم ايه اللي حصل؟ الباشا بيتهمه انه اعتدى عليه، وحاول كمان يعتدي على زوجته نهى مندور. لا انا مش مراته، وانا اللي بتهمه انه بيعتدي عليا وبيطاردني في كل حته، وعايز اعمله محضر عدم تعرض ليا دلوقتي. نهى ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه يا بنتي؟ مين سعادتك؟ انا لواء مندور شكري. اهلا وسهلا. اظن كده يا فندم احنا هنكسب. احنا معانا لواء وظابط، هو معهوش حد خالص. هو فين؟ هو معهوش حد خالص. ومين حضرتك؟ انا صديق مقرب للواء مندور وللظابط رؤوف. انا قصدي ايه علاقتك بالمشكله؟ يا فندم ده الكاتب الصحفي هلال كامل، والد المتهم عماد. انا مش متهم، هو اللي اتهجم عليها في الاول، ما كانش ينفع اقف اتفرج. شايفين الشهامه. انا مش عايز اتكلم. والله يا جماعه انتوا حاطيني في موقف محرج للغايه، وانا شايف يعني ان اسيب لكم المكان تحلوا الموضوع ده بالود، وخصوصا ان في سابق معرفه بينكم. هسيب لكم المكان شويه. يا زياد، هي دي التعليمات اللي احنا بنشتغل من خلالها؟ ايه نسيتها؟ تحب افكرك بيها يعني؟ انت اللي هتفكرني؟ نحترم نفسنا بقى ولا ايه؟ بص يا زياد، انا مش حابب اقرا في الجرايد الصبح ان الضابط امن وطني تعدى على مواطن كان بيدافع عن خطيبته اللي قاري فتحتها. بس هو مش خاطبها. انت عارف يا زياد بيه، الجرايد ليها حاجات كده وساعات بتقول كلام يعني ملوش لازمه عشان الموضوع يبقى حراق. فالموضوع لما يبقى حراق بيولع الدنيا ويأذي المقصود بيه حتى لو ما كانش عمل اي حاجه. يا عفاف ده قانون، الموظف لازم يطلع معاش في سن معين. لا مش لازم، طول ما انا قادره اشتغل هشتغل. انا مش بتاعت قعده البيت يا دراز. ومالها قعدة البيت بس يا عفاف؟ على الأقل تعمل لنا أكلة حلوة من أكلاتك الفظيعة اللي ريحتها بتدوخ العمارة كلها. صحيح ريحة الأكل وهو بيتحرق، بس مفيش مشكلة. المهم إنها بتدوخ. أيوة كده اضحكي. أنت تستاهلي تضحكي على طول يا غالية. وبعدين يا عفاف، أنت قضيتي عمرك كله في وزارة التربية والتعليم، ما فيهاش حاجة اما تريحي في البيت شوية وتقعدي في وزارة الأنتخة. هو انا يعني بتكلم معاك عشان تقول لي الكلمتين الحلوين دول؟ انا عايزاك تكلمي حد من صحابك المهمين يمديني سنه ولا 2. انت فاهمه اخوك غلط يا حفيظ. انت فاكراني بقعد مع وزير التربيه والتعليم على قهوه ونشرب شيشه؟ هو انا صحيح من شويه برضه، بس مش لدرجه ان اقدر اكلم حد عشان يعدل لك القانون. يعني مفيش فايده؟ هقعد في البيت؟ طيب ايه رايك انك ممكن تيجي تشتغلي معايا في جورنال؟ هشتغل ايه في الجورنال؟ انا بكتب مقالات ساعات كده محدش بيقراها خالص، انت هتقريها وتقولي لي الله حلوه قوي يا دراس. يا حلاوه، هقول لك الله حلو قوي يا دراس. والله انت اتهبلتي يا عفيف. انا مبسوط قوي انك بتسمعي كلامي، بس نفسي اللي بيحصل ده ما يبقاش فيديو كله بس. لا صعب قوي بصراحه. انا عملت كده عشان ارضيك، بس حاسه كده ان انا ممكن اقل من نظرك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده منى انا شايفك محترم ومحترمه جدا كمان. طب توعدني ان محدش يشوف الصور اللي انا بعتها لك قبل كده؟ وانت تفتكري ان انا ممكن افرجهم لاي حد؟ منى انا لو انسان مش كويس كان زماني دلوقتي سجلت اللي بيحصل ما بيننا.
بس انا ما بعملش كده. انا عايزك تثقي فيا. انا عارفه والله وبثق فيك. طب انا لازم اخد القمصان دي وارجعهم عند مامي قبل ما تيجي. ماشي يا حبيبتي، بس عايز لما اجيلك المره الجايه تخليني اخد راحتي حبتين. لا والله صعب، انا كده ابتديت استحقر نفسي بجد. والله العظيم ما هعمل حاجه انت مش عايزاها. يلا روح ادي الحاجات قبل ما ماما تيجي. توحشيني. سلام. تعالى بطيتي جنب اخواتك. لحد ما وصلنا المطار قلت أكيد هيتمسك، لكن اللي حصل إني ما شفتش الشنطة اللي استلمها منهم معاه لما دخلنا المطار، وقلت أكيد شايل المخدرات في معدات التصوير. بس لقيت العمال بيمروا معاهم المعدات بعد التفتيش وعادي. فهمت إن في حاجة غريبة حصلت. إيه هي؟ مش عارفة. بعدها على طول اعتذرت له عن الفيلم. عملتي خير ورجعت له العرض. انا كده كنت هوقف تصوير الفيلم. غريبة، والمصاريف اللي انت صرفتها والسفر. مش احسن ما اكمل تصوير واصرف تاني والفيلم يفشل؟ الفيلم يفشل؟ انت بتتلكك بقى عشان توقف تصوير. انا اللي غلطانة اني قللت من نفسي واشتغلت مع حد زيك. روحت بيتي وانا منهارة. ازاي اسمح لشخص زي ده يسوق سمعتي بحجة اني ماليش جمهور، وهو في الاخر تاجر مخدرات، وكان عامل الفيلم عشان يبقى مجرد بارافان لتجارته. انه حقا طريق الوداع. منتج سينمائي وتاجر مخدرات. صاد ضاد. تعال يا نورهان. انا اسفه والله، انا ما كانش قصدي اتصنت. هو ايه اللي حضرتك عامله على الحيطه اللي هناك ده يا استاذ هلال؟ مريم كاتبه في مذكراتها اسامي ناس كبيره ومهمه متورطين في قضايا فساد. والكلام اللي على الحيطه ده ليه علاقه بالقضايا دي؟ بالظبط، انا اصلي بحاول اوصل للاسامي دي. انا شغال دلوقتي في قضيه مخدرات. ردي. لا، ما انا مش عايزه ارد، ده صاحب الشغل اللي انا كنت شغاله فيه. ردي بس ردي. الو. انت ما بترديش عليا ليه يا بت؟ البودره اللي معاكي فين يا رحمه؟ تجيبيها بالذوق بدل ما اجي اجيبك من المكان اللي انت فيه. طيب هجيبهم لك واجيلك على طول. ايه؟ في ايه؟ انا لازم اروح مشوار. مشوار ايه؟ اصل مهم نسي معايا مفاتيح وانا لازم اديهم له. طب انا هاجي معاك. لا حضرتك خليك، انا مش عايزه اتعبهم. الوضع كده زاد عن حده مع زياد ولازم له وقفه. اعتزل الهلال بالنيابه عني ولا لا تصرف تاني معاه. ايه ده؟ انت مش كان كاتب كتابك النهارده؟ المفروض يا فندم كان المفروض. هلال بقى ربنا يكرمه وقع عليا من السما. كانش ينفع ارفض له اول طلب يطلبه مني. انا ما صدقت الراجل يثق فيا. طب يلا مش هعطلك، روح لمراتك اعتذر لها، زمانها كرهتك ومش طايقاك. يلا. ده حقيقي يا فندم. والله يا فندم انا مش عارف الجوازه دي مالها. انا كل ما بتقدم فيها خطوه بيحصل مصيبه. مش عارف العيب مني ولا منين ولا في ايه بالظبط. ما تستعجلش، بكره يا سيدي تشبعوا من بعض وتندموا. والله يا فندم انا بقول لها كده على طول، خصوصا موضوع الندم ده. عاجبك منظرنا قدام الناس؟ زمانهم دلوقتي بيقولوا عريسها تطفش منها وطلع يجري، إلا لما ساب حتى أجرة المأذون. خلاص يا ام صابرين بقى كفايه، البنت مش مستحمله. ماشي يا رؤوف، ماشي، ما اشوفك بس. كبدي عليكي وعلى بختك يا بنتي.
بيفكرني ببختي. انت ما صدقت لقيتيني قدامك قلت نبني من نكهه جانب؟ حرام عليكي، سيبيها في حالها، البنت مش ناقصه. هو انا لو مش سايباها كانت وقعت الوقعه المنيله دي؟ قال ايه؟ فرحانه بالظابط. الظابط راح والظابط جه والظابط نام والظابط قام، اهو طفش الظابط. بتهزري؟ طب وانت قابلتيها فين؟ هي مش كانت راحت مع جوزها الكويت؟ خبر، جوزها عمل حادثه ومات هو الاولاد؟ طيب هكلمك الصبح ونتفق ونروح نعزيها. مع السلامه يا حبيبتي، يا حبيبتي. ايه؟ في ايه مالك يا عفاف؟ ولا حصل حاجه ولا ايه؟ جايبه لك عروسه انما لقطه، بنت ناس وانت تعرفها من زمان. انت مفيش فايده فيك خالص، ما بتنسيش الموضوع ده. انت عايزاني اتجوز بعد السنين دي كلها؟ ايه ده بس لما تعرف هي مين. مش هتفرق. لا تفرق. فاكر هاله بنت عم سالم اللي كان جارنا زمان في الدقي؟ لا انت اتهبلت يا عفاف، ده عندها عيال في الجامعه. قمر والله، بس حظها قليل قوي. جوزها الاولاني بعيد عنك مات غرقان، والتاني بعيد عنك برضه مات هو والعيال في حادثه. انت عايزاني ابقى التالت يا عفاف؟ عايزه تموتي اخوك يا اختي؟ يعني انا بعد ما اسمع اخبار الحوادث دي ممكن اوافقك؟ ارحميني ربنا يرحمك، تصبحي على ولا بلاش؟ ادخل انام احسن. ايه ده؟ وايه اللي مزعله قوي كده؟ عشان عندها عيال في الجامعه؟ طب ما هم ماتوا. بتعتذري على ايه بس؟ كان منطقي جدا انها تدخل، وبعدين انت مالكيش ذنب في اي حاجه، ده بني ادم مريض يا شيخ. ما كنتش حابه احطك في موقف زي ده، بجد انا اسفه قوي. كل الاعتذارات دي وهو اللي رفع عليها السلاح، امال يعني بقى لو كنت انا اللي ضربته؟ لا ما انت ضربته في الاول على فكره. كويس الحمد لله يعني انك ما نسيتيش. وبعدين ان شاء الله الموقف ده مش هيتكرر تاني. انا بس كنت عايزك لا زي ما انت، والله ما انت متحرك على وضعك يا خلو. انا جنبك هنا في كابينه 2. عماد، هو في حاجه ولا ايه؟ لا 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 ابدا، بقول لك يعني حاول تنسي اللي حصل عشان ما يضايقكيش كده يعني. يا رضا استاذ دراز، انا جبت لحضرتك المقال اللي طلبته. ألف مبروك يا نهى. ردود الأفعال والتعليقات على المقال بتاعك هايلة هايلة هايلة. الله يبارك فيك يا استاذ، الحمد لله. على فكرة يا نهى، وأنا عرفت اللي حصل امبارح من زياد طليقك. هو استاذ هلال هو اللي حكى لك؟ لا، باباكي هو اللي حكى لي. ما أنت عارفة يا نهى، أنت بالنسبة لي إيه؟ أنت زي بنتي بالظبط، وعمرك يهمني. ده انسان سخيف وبجح، وصلت بيه الجراءه ان هو يجي تحت بيت استاذ هلال؟ كبري، ما تحطيش في دماغك أمال. هو مشكلته بس إن هو عرف قيمتك بعد ما سبتوا بعض. تلاقيه عايز يثبت لك إن هو مهتم بيكي وإنه اتغير عن الأول. والله يتغير بقى لغيري ويبعد عني. عن اذنك.
ايوه مندور، الظاهر ان نهى رجعت تاخد المهدئ تاني. انا بفكر اديها اجازه عشان تريح اعصابها شويه. بالعكس، لو قعدت في البيت هتتعب اكتر. نهى بتحب الشغل وبتستمتع بيه. انا هتصرف مع الحيوان ده. ماشي يا مندور، مع السلامه. يا استاذ دراز، يا استاذ دراز، شفت الزومبي؟ طب ما انت قدامي على طول اهو، ايه الجديد؟ لا انا بتكلم على الزومبي ده، زومبي بجد، زومبي بحقه حقيقي. اتفرج على الفيديو ده كده. بنحب في ابتدائي، بنحب واحنا كبار، مش مهم ايه السن، المهم اعرف اختار. ده الحب مسؤولية، حسيت لازم تقول ربك اداك هدية، اوعى منك تزول. اجمل احساس لما تكون واقف في وسط الناس، الكل باصص ليك وانت مش هنا من الاساس، باصص لنقطة واحدة هي برضه باصة ليها، دوشة ومعازيم وناس وكوشة انت وهي فيها. وده طبعا بعد ما اتفقنا على اسم ابننا، وقعدنا نخطط في حياته لحد ما يبقى في سننا، من اول اكله لبسه مدرسته حتى جامعته، لحد لما نشوفه حبيب يعيش قصة حبنا. ازاي انا حب ليها كان بالنسبة ليا حلم، انا لحظة حب ليها احلى مشهد جوه فيلم. حب غير اعتيادي عادي جدا ليها مود، حب ملوش قواعد عدي بيه كل الحدود. شفت حد يعمل اللي انت عملته ده، تهرب يوم كاتب كتابك. ما يا حبيبتي، ما انت عارفه شغلي. شغلك؟ انت حتى يا اخي ما قلتليش مبروك. مبروك يا حبيبتي. عموما انا خدت اجازه من الشغل وفديت لك. خلاص بقى، احنا فرحنا كمان يومين. انا نفسي بصراحه اليومين دول يعدوا بسرعه قوي يا اوفا. هيعدوا حبيبتي، هيعدوا. اصبري بس، اصبري يا صابرين. وهنقضي احلى يومين عسل في التاريخ. يومين عسل والاسبوع اسبوعين. اتشي اتشي اوفا اتشي حبيبتي. اتشي لا اتشي ايه بس؟ احنا في مكان عام ما ينفعش. اتشي هنا ما ينفعش حبيبتي. انا نفسي اليومين دول يعدوا هوا كده هوا. انتوا حبيبتي احنا صبرنا كتير، ما جاتش يعني على سوري يا حبيبتي. ايوه يا فندم، سعادتك. امر يا فندم. زومبي؟ مين دي اللي زومبي؟ مش قصده عليكي. حاضر يا فندم، حالا سعادتك هكون عندك. اتفضل يا فندم، اتفضل. هو في ايه؟ بصي يا حبيبتي، اقسم بالله العظيم لو قلت لي وراك شغل ولا وراك حاجه رؤوف ما هيحصل كويس. يمين على يمينك، ما انت مزعله نفسك كده. اهدي يا صابرين، مش كده. اهدي، مش كده، احنا صبرنا كتير يعني. بصي اقول لك على حاجه حبيبتي، بصي اعتبري ان دي اخر مره هتحصل قبل الجواز. اخر الجواز، اخر مره قبل الجواز. خلاص. اتشي بقى. اتشي ولا زفت حياتي. يا نهار ابيض، بص عض صاحبه ازاي. بس تفتكر ده ليه اسنانه ما قلبتش زي الزومبي؟ يا ابني اسكت بقى بخيالك الطفولي ده. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه اللي رجعك بدري من الجورنال؟ لا انا ما روحش جورنال، انا كنت بشتري لبس النورهان. لبس ليا انا؟ ما تقلقيش، هيجوا على ماسك، بس يا رب الذوق يعجبك. بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ايوه يا هيلو، والعه خالص اهي. طب ايه بقى، مفيش حاجه علينا؟ ولا تقهوى، ما تخليك مؤدب يا بنت، عيب. انتوا كنتوا بتتفرجوا على ايه؟ على زومبي. مين؟ زومبي. زومبي ايه؟ زومبي وصل عندنا في مصر هنا. ايه الزومبي ده؟ الناس الاموات اللي هم بيتحركوا كده بالمنظر ده. يا نهار اسود، هي القيامه قامت؟ ده بجد يا بابا، لازم حضرتك تشوف الفيديوهات دي.
مدام غاده موجوده؟ ايوه يا فندم. مدام نجلة ازاي حضرتك؟ الأستاذة لغت كل مواعيدها ومستنية حضرتك، اتفضلي. هتفضلي بصالي كده كتير؟ ده انت حتى ما عزمتنيش على حاجه اشربها. في ايه يا غاده؟ ابدا، بطمن عليكي بس بعد سهرة امبارح، لا يكون في اصابه كده ولا كده. اتبسطتي؟ لا والله، جمال هو اللي ممكن يجاوبك على السؤال ده. لا، ما هو اصل جمال ما يعرفش، انا وانتي بس اللي عارفين. هو انا ما قلتلكيش اصل جمال ما كانش موجود في سهرة امبارح؟ ما كانش موجود؟ امال مين اللي كان سهران معايا؟ تفتكري شبحه؟ مش شبحه، صاحبه. تتخضيش قوي كده يا حبيبتي، ده انا برضو ستر وغطا عليكي، ده انتي الحله وانا الغطا. بس بصراحه زعلت منك قوي 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 يا نوجه. ايه الذوق ده بقى؟ جمال حبيبي جوزي يتخان مع عامر؟ كنتي استنضفي. مش فاهمه تقصدي ايه؟ لا 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 يا نوجه، عيب. احنا اتفقنا نبقى شركاء حلوين، والشركاء الحلوين بيلعبوا مع بعض ما بيتخانقوش، بس برضه ما بيخبوش على بعض حاجه. عايزه ايه يا غاده؟ بتلفي وتدوري على ايه؟ اموت انا في مربط الفرس. عايزاكي تكتبي لي معرض الموبيليا، بيع وشراء، والا هبعت اللي صورهولك عامر لجمال، وانتي بقى ما تعرفيش جيمي لو عارف انه بيتخان ممكن يعمل ايه. هو عامر مصورني فيديو؟ بأمارة قميص النوم الأحمر دم غزال. يا متحني انت. بس تعرفي انا زعلانه منك قوي يا نوجه، كنت فاكراكي صاحبتي كده تستخسري فيا قميص النوم، بس يلا معلش، انا قلبي كبير. عموما خلي الفلاشه معاكي واتفرجي عليها براحتك، جايز تكوني ناسيه حاجه كده ولا كده، وانا بقى هستنى منك تليفون علشان نخلص اجراءات المعرض، بيع وشراء. خدي. مريم في قضية المخدرات دي قالت إنها خدت الكاميرا معاها، وده معناه إنها ممكن تكون صورت اللي حصل. ورسمة المفتاح دي ممكن تكون كانت قاصدة بيها أي حاجة. الكلام ده من 2007، يعني ممكن يكون الشخص اللي بتتكلم عنه ده مات أو هاجر أصلا. وممكن يكون عايش. وبعدين بقى ما تردي يا نوح، هتكون راحت فين يعني؟ بنتك مش هسيبها، لو وصلت لدرجة الخطف هخطفها. يا ستار يا رب. مريم في الأول كانت كاتبة مذكراتها باللغة العامية، جت في آخر جملة كتبتها بالعربية الفصحى: إنه حقا طريق الوداع. تقصد إيه؟ مش يمكن مريم تقصد بطريق الوداع ده إنها قررت ما تشتغلش مع المنتج ده تاني؟ أو يمكن ده رمز لطريق موجود فعلا وفيه مكان هي مثلا شايلة فيه دليل يدين صدقت. لقيتها يا هلو، لقيتها. طريق الوداع يعني طريق النهاية، ومفيش أي حاجة قريبة من الكلام ده غير طريق ناهية. وما امشي من هنا، وما امشي من هنا. ده رعبني كل شوية، رعبني. خلاص. أنا في حاجة افتكرتها. إيه هي؟ تحبي تتفرجي على الافلام؟ طبعا، كانوا كل يوم جمعة بيفرجونا على فيلم الدار واحنا صغيرين، بس بعدين ما بقاش بيحصل. بس كنت بفرح قوي لما بيفرجونا على فيلم من افلامك. كنت بقعد اتمنظر وسط العيال واقول لهم ان دي قبل مريم بنت ماما امال. هو حضرتك اتفرجتي على كل الافلام دي قبل مريم؟ طبعا، انا بعشق السينما. الوقت اللي ما بكونش واقفه فيه قدام كاميرا او بمثل لازم اكون بتفرج على فيلم جديد. كل الافلام دي حتى لو شفتها بتفرج عليها تاني وتالت وما بزهقش. السينما بالنسبه لي حياه، اغلى حاجتين في حياتي: التمثيل وايه؟ مفيش. تحبي تتفرجي على فيلم فيهم؟ يا ريت.
طب خلاص اختاري فيلم بنفسك. ماشي. انا عايزه اتفرج على ده. لا بلاش ده، خليني اشوفه الاول لوحدي. ورسمة المفتاح جاية جنب جملة طريق الوداع، يبقى الشريط ده هو مفتاح القضية. الشريط ده نجيبه منين؟ مريم خدته مني وقتها وشالته في درج المكتب. يعني ايه ما ينفعش اجي؟ بس مامي لسه ما رجعتش، ولو جت لقيتنا لوحدنا ممكن تشك في اي حاجه. طب وايه المشكله يعني؟ ما انا باجي وبديكي درس، ولو جت ولقيتني موجود مش هتتضايق خالص على فكره. معلش اقعد انت بس عشان خاطري في اي مكان، وهي اول ما تيجي انا هكلمك على طول. يعني انت عايزاني اقف في الشارع يا منى؟ انا مش فاهم. خلاص براحتك براحتك، تمام هعمل اللي انت عايزه. ولا لقيتي حاجة؟ لا. هتكون شايلها فين دي بس؟ المهم انك كويس. اقول لك اللابتوب بتاعي اتسرق. خلاص مش مشكله، دي حاجه تتعوض يعني. المشكله مش في ثمنه، امال المشكله فين؟ في الحاجات اللي عليه. هيكون عليه ايه يعني؟ الشنطة يا ست البنات. وده اللي انتوا طلبتوه. تسلم ايدك يا ست الكل. لو في اي مصلحه تاني احنا في الخدمه، متشغليش دماغك. لو عايزه صاحب الشنطه ذات نفسه يجي متكتف تحت رجلك تعتبريه حصل. لا تمام شكرا جدا. مش يلا بينا نهبق؟ ها؟ يلا. ايوه خارجه حالا. لا خد راحتك. معلش. لا ده انا الاسف. لا براحتك، اتفضل.
بابا، انا لقيت الكيس ده في الحمام. دي بودرة. نورهان كانت في الحمام قبلي. عماد انا عايزك تساعدها من غير ما تسبب اي احراج ليها. لازم نقف معاها. بابا انت مش خايف من وجود نورهان دي في البيت؟ انا مش خايف منها، انا خايف عليها. معاك حق. طيب انا ماشي، مش عايز مني حاجة. مع السلامة يا حبيبي. ايه وصلت لحاجة؟ الفيلم اللي مريم صورت جزء منه وتوقف اسمه الحب على شاطئ البحر، ده من إنتاج شركة الصفوة لإنتاج الفني. طب ومش قايلين اسم المنتج؟ ما ذكروش إلا عنوان الشركة بس. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ أيوة زكي، خد العنوان ده 15 شارع السبيل المهندسين، ده عنوان شركة الصفوة للإنتاج الفني. عايز أعرف اسم صاحبها وساكن فين. يلا. لازم نرجع للشقة مريم. أنا عرفت هي مخبية الفيلم فين. برضه مفيش. هي مريم ليها مكتب تاني في حي الزهور؟ أول مرة أسمع إن عندها مكتب تاني. أنا متهيألي إن الزهور اللي رسمتها مريم رمز الحي الزهور اللي فيه مكتبها. الشريط اللي احنا بندور عليه أكيد هناك. أيوة زكي، عملت إيه؟ انا رحت العنوان، بس انا عايز اتاكد هي الشركه اسمها التقوى ولا الصفوه؟ الصفوة يا زكي، الصفوة. ايوه بس العنوان ده اللي موجود فيه الشركه اسمها التقوى للسياحه. سياحة ازاي؟ والله زي ما بقول لك. طب ما سألتش حد جوه؟ لا ما هي كده كده قافله، بس انا من النجمه هيلاقوني في خيلتهم، هستفسر عن كل حاجه وابلغك. طب لو وصلت لأي معلومة منهم تبلغها لي على طول. ماشي يا عالمي. ماشي. في خبر معانا بيقول زيادة عدد حالات الهياج اللي بتشبه الزومبي، وده نتيجة أثر تعاطي مخدر الفلاجة. سيادة الوزير كلمني 6 مرات، قلقان جدا من اللي حصل، والإعلام بيتهمنا بالتقصير. سعادتك المعلومات اللي احنا جمعناها بتقول ان اللي حصل ده حصل في ديسكو في نطاق محافظة الجيزة. الواد اللي طلع في الفيديو اسمه رامي الشاهين، ابوه بيشتغل مهندس بترول وعايش في الكويت، يعني الواد قاعد هنا لوحده. الواد ده مدمن مخدرات بقاله 3 سنين. عايزك تتابع لي الديسكو ده، تعرف علاقته بالحادث، ومين اللي بينزل حبوب الفلاكة ومسؤول عن توزيعها. سعادتك دي نفس الحبوب اللي لقيناها في بيت ابو مصعب، معنى كده ان احنا لو قبضنا عليه ممكن نحصرها قبل ما يوزعها على بيت التجار وتنزل السوق. طيب عايز تقرير عن الناس دي؟ الحادثة عاملة رعب للكل، الإشاعات بتزيد، واحنا من الآخر مسؤولين عن حماية أرواح الناس. أوامر يا فندم، أوامر. معاليك ده تقرير عن حادثة الفلاكة. صاحب الديسكو اسمه مهاب طلعت، أبوه يبقى طلعت الملاح، عضو بالبرلمان. زياد سيب لي الملف ده وانت استناني بره لحد ما اخلص الاجتماع. معاليك مش هحضر الاجتماع معاك؟ زياد استناني بره لحد ما اخلص الاجتماع، اتفضل. رؤوف ادرس الملف ده، تابع لي كل المشتبه فيهم عشان نلحق المشكلة من أولها. مالك يا رؤوف؟ يا فندم انا فرحي بكره بالليل يا فندم، هعمل الكلام ده امتى؟ فرح ايه اللي بكره؟ انت لسه ما اتجوزتش؟ يا فندم لسه يا فندم، ربنا ان شاء الله اذن بكره. ان شاء الله يأذن. بسيطة، ادرس الملف بالنهار، تلبس بدلتك وتتجوز بالليل. هو الفرح ايه غير بدلة؟ اوامر يا فندم. اوامر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، انا كنت مسافر بره ولسه راجع من اسبوع، وبدور على واحد صاحبي اسمه هيثم. هو كان شغال هنا في شركه الانتاج. لا حضرتك، دي شركة التقوى للسياحة. غريبه، دي كانت شركه انتاج. لا، شركة الإنتاج قفلت، والشقة دي اشتراها الحاج طلعت الملاح وعملها مقر شركته. الله يرحمه. نعم. لا انا اسف. ترى انت فين يا هيثم عالمي؟ طبعا انت عارف يا زاد ان شغلنا في الجهاز ما ينفعش فيه الغلط، لان الغلطه فيه فوره. تقصد ايه معاليك؟ اقصد انه يوصل بيك الامر انك تتخانق في الشارع، تخطف مواطن تطلع بيه على الاسم وتهددهم بسلطتك. واضح ان الموضوع وصل لمعاليك غلط. الموضوع مش اكتر من مشاده بيني وبين واحد اتعرض لي في الشارع. انت اللي اتعرضت لطريقتك نهى. لو منظور كلمني واشتكالي وانا قلت دي امور شخصيه بلاش اتدخل فيها، لكن انك تطلع مسدسك وترهب المواطنين. هو رؤوف لحق يبلغ معاليك؟ بالعكس، انا ليا حساب مع رؤوف لانه ما بلغنيش. ولازم تفهم يا حضره الضابط، شغلان في الجهاز ان كل ضابط فيكم معاه 5 6 بيكتبوا عنه تقارير وخط سيره. ولا نسيت يا حضره الضابط انك كنت بتكتب تقارير وخط سير زمايلك؟ معاليك انا كنت بنفذ تعليمات العميد طارق. وانا بنفذ القانون. انت بتحاول للتحقيق. خد اي حاجه ليك في المكتب، لان لو التحقيق جه لصالحك انا ارفض ان ضابط زيك يكون عندي في الجهاز. اتفضل. بقول لك ايه لو سمحت؟ امرني. ممكن حضرتك تلف لي البوكيه ده؟ ذوق حضرتك حلو قوي على فكره. بقول لك لو سمحت. امرني يا فندم. ممكن تلف لي البوكيه في الجورنان ده؟ في الجورنان؟ ذوق حضرتك غريب جدا. اصل انا حد البوكيه لواحده صحفيه، فعايز يعني اعمل فكره مختلفه. ده فكره جميله قوي. يعني ذوق حضرتك تمام اهو. ذوق حضرتك تمام جدا كمان. اي خدمه عالمي. اصله وهو صغير كان نفسه يطلع حرام، بس الظروف بقى ما ساعدتهوش. هو انت ما عندكش دم؟ من ساعة اللي حصل آخر مرة وبرضه ما حرمتش؟ انا جاي ابارك لك على النجاح، وعايز كمان اقول لك اني مبسوط بقيت اشوف مقالاتك على الصفحه الاولى. وانا مش عايزاك تبارك لي يا اخي، واتفضل امشي من هنا دلوقتي. انا جاي اعمل الواجب معاكي وانت تعامليني بالشكل ده. يا نهى انا اتغيرت. في ايه تاني يا زاد بيه؟ جاي اتكلم معاها كلمتين. ايوه بس نهى دلوقتي عندها شغل. جرى يا استاذ فراز؟ قلت لك جاي اتكلم معاها كلمتين على انفراد وماشي. نهى خلصي مع الباشا بسرعه وتعالي لي مكتبي عشان عايزك. نهى انا مش جاي عشان اتخانق معاكي، انا جاي عشان نتكلم في هدوء. احنا ما فيش بينا كلام اصلا، ولو ما ما مشيتش تفوقي بقى من نفسك. ايه الهبل اللي انت فيها ايه دي؟ ده؟ مش عايزه اشوفك. ابعد عني. ابعد عني. نزل ايدك. اوعى اوعى. ايه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ ايه؟ في ايه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ امشي من هنا دلوقتي. بس امشي من هنا دلوقتي. ابعد عني. انت مش عايزه بيك. اتفضل بقى، اتفضل بعد اذنك. ما ترجعش هنا تاني. بس يا نور. ابعد عني. يا حبيبتي. ابعد عني. مش خليه يبعد عني. خليه يبعد عني. خليه يبعد عني. مش عايزه اشوفه تاني. مش عايزه اشوفه تاني. روح.
الفيديو ده ما فيهوش اي ادله تصدق، وشه ما ظهرش خالص. لا ما هو في فيديو تاني. طب شغاله، مستني ايه؟ وقف الفيديو، رجع شوية كده. ده هو ده طلعت أبو مهاب. الفيديوهات دي مش كافيه ليداني طلعت او صدق. بس دي نفس شنطة المخدرات اللي كانت موجودة في الفيديو التاني. ايوه دي الشنطه اللي شايفينه، الشنطه بس مش شايفين مخدرات. مفيش غير طلعت ومهاب، هم اللي هيوصلونا لصدق. انا كنت ما صدقت ان البنت ابتدت تنسى القرف اللي كانت عايشه فيه. هي حالتها النفسيه بقت اسوأ دلوقتي بسبب البني ادم ده. معلش ان شاء الله زي ما طلعت من ازمتها الاولانيه هتطلع من دي برضه. ازاي بس؟ حالتها النفسيه بقت اسوأ جدا. اللي حصل لنهى ده بدايه انهيار عصبي، وده سهل التعامل معاه. المهم دلوقتي نشوف حل اللي اسمه زياد ده. لا زياد ده لازم يقف عند حده. ايه اللي حصل؟ احنا كنا قاعدين بنتكلم مع بعض عادي، وفجأة لقيته وقع من طوله. اصله ما كانش واكل حاجة من الصبح، واول حاجة عملتها اتصلت بيك واتصلت بوالدته من تليفونه. طمنا يا دكتور، حالته عامله ايه دلوقتي؟ مجرد هبوط بس والصبح هيبقى كويس. يعني هو لازم يبات؟ الافضل ان هو يستنى هنا النهارده لحد بس ما نطمن انه بقى كويس. بعد اذنك. اتفضل. عز مالك يا حبيبي، في ايه؟ طمني مفيش اي حاجه، هيبقى كويس. هو بس اصله ما فطرش كويس ونزل عمل مجهود، وانا هبات معاه هنا. تبات معاه؟ انا اللي هبات معاه. انت ليه عايز تحسسني اني مش ام؟ خلاص يا عم هلال، انا هبات معانا وام عز. ام عز؟ ودي ايه دي كمان؟ طبعا تلاقيكي واحده من اللي مضيع وقته معاهم في المزيكا والكلام الفاضي. يلا يا ماما، يلا شوفي وراكي ايه. تعالي معايا، انا هوصلك. انا تعالي معايا. ام عز ايه؟ هي مش امه. ايوه استاذ هلال. عملت ايه يا زكي؟ طلعت الملاح دخل الفيلا بتاعت صلاح ضاحي بقاله بتاع نص ساعه. صلاح ضاحي؟ ده راجل الاعمال بتاع السياحه. انت متاكد من الكلام ده؟ والله اليافطه قدامي اهي. صلاح ضاحي صدق. اسمع زكي، انا هروح البيت اجيب الشريط اللي عليه الفيديو، وانت سبقني على شقه مندور. سلام عالمي. بتشرب ايه يا عماد؟ لا ولا اي حاجه، انا جاي اطمن على نهى ونازل على طول. ايوه تطمن، بس هتشرب حاجه. هتشرب النسكافيه بتاعي تخصصي، مفهوم؟ ماشي. هتشربه غصب عنك، هي المساله مش بمزاجك. انا مش هيشرب نسكافيه. اتفضل. الحمد لله انت بقيتي احسن دلوقتي. الحمد لله. بصي بقى، انا هكتب لك على ادويه هتريحك جدا، بس مش عايزك تفكري في اي حاجه بقى تعمل لود على اعصابك. ما كانش لازم تسيب شغلك وتتعب نفسك. لا ما انا بحب التعب عادي، وبعدين انا ما جيتش هنا من فراغ. اقصد يعني ان بابا موصيني عليكي. استاذ هلال ده دايما بيفكر في حل مشاكل كل الناس اللي حواليه. بصراحه انا بحسدك عليه. بابا ده اهم حد في حياتي. طب وابنك؟ ماله؟ انا اسفه اني بسالك في حاجه شخصيه يعني، بس كان استاذ هلال كان حكالي يعني حاجات عنك. لا مفيش حاجه، ماضو ده احلى حاجه حصلت لي في حياتي. بس هي مامته تفكيرها غريب، شايفه ان اي بلد عربي يبقى مكان للارهاب. اتخانقنا كتير بسبب الموضوع ده، وفي الاخر خيرتني اسيب مصر واسافر معاها روسيا، يعني انفصل. وسبتوا بعض؟ بالظبط. حياتي كلها هنا. ده زي بالظبط ما يكون استاذ هلال هو اللي بيتكلم قدامي. انت عارفه ايه بقى اكتر حاجه مضايقاني في اللي حصل لك ده؟ ايه؟
ان انا يوم ما افكر اعمل لك حاجه عشان تبسطك واروح اجيب الجورنال اللي فيه المقال بتاعك والف بيه الورد، يحصل لك كده في الاخر. ورد؟ وجورنال كمان. ده مسدس حضرتك؟ مسدس. انا اسف جدا، الظاهر ان انا دخلت غلط. هو في ايه بالظبط؟ تعالى. انا؟ تعالى، في واحد حبيبك عايز يكلمك. حبيبي انا؟ انا صلاح ضاحي صداد اللي انت بتدور عليه. عايز ايه؟ انا مش عايز، انت اللي عايز. هفيدك زيزو تحت عينينا، والدكتور اللي انت شفته في المستشفى تبعنا. على فكرة هو ما جالوش هبوط ولا حاجة، هو خد جرعة تقيلة شوية من الكوكايتيلين. الجرعة دي بتفقده الوعي شوية، والجرعة التانية خدها قدامك في المستشفى. الجرعة دي بتجيب هبوط في الدورة الدموية، وفي جرعة تالتة المفروض هياخدها بعد ساعة. قدامك حل من الاتنين، يا تلحقه يا ما تلحقوش. تعالى تعالى. حاضر 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 يا حبيبتي حاضر. مش مهم. صابرين ايه يا صابرين؟ ده ايه ده؟ بالراحه بالراحه. لا بقول لك ايه، في حاجتين لازم نتفق عليهم عشان ربنا يكرمنا في الجوازه دي. اتفضلي. اولا الحمد لله ان احنا اتجوزنا وبقينا في شقتنا الجميله. طب وتاني حاجه؟ مش عايزه اسمع منك كلمه خلينا صابرين يا صابرين دي تاني خالص، ممكن؟ حاضر يا حبيبتي حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر. ايه؟ اقلع. حاضر يا صابرين بالراحه. هقلع حاضر بس بالراحه بالراحه، ما تاخدنيش على الحامي كده. بص هخش بس غير هدومي واخد دش. طب خلاص خلاص يا ستي، مش عايزين نكد، احنا ما صدقنا يتقفل علينا باب واحد. بص يا حبيبتي، انت تخشي دلوقتي تقلعي قصدي تقلعي يعني وتاخدي دش وتجهزي عشان استعجلتي ليه كده؟ فاهم. لو الشخص اللي انت هتكلمه حس بأي حاجة قول على نفسك الرحمن الرحيم. طب لو اجيب الشريط بأسرع وقت. ايوه زكي. الو عالمي. كلم ابني الكبير. ابنك الكبير مين؟ ابني الكبير، خليه يجيب شريط الفيديو اللي انا اديتهوله. شريط ايه؟ ما الشريط معاك يا ابني. شريط الفيديو بتاع صلاح اللي فيه دليل المخدرات. طيب ثواني واحدة. طيب خليك معايا. خد الرقم عندك. 0 ايوه 2 تمام خلاص كتبته. يلا بسرعة كلمه وخليك وراه لغاية ما يرد. سلام. استاذ هلال ما عندوش غير ابن واحد بس، عماد. الموضوع كده شكله يقلق بصراحة. الليلة ترارارا عرسنا الليلة ليلة. الو. لا مؤاخذة، هو حضرتك مين؟ انت اهبل؟ انت بتكلمني في نصاص الليالي عشان تسألني انا مين؟ صح. طب معلش يعني انا اسف، انت تعرف استاذ هلال كامل الصحفي؟ ماله الاستاذ هلال كامل؟ اصل هو لسه مكلمني بصراحة وكانت مكالمة مقلقة قوي. يعني انت قلقت فانت بتقلقني النهارده؟ ايه الموضوع؟ اصل استاذ هلال اداني رقمك على اساس ان انت ابنه الكبير، وهو ما عندوش غير ابن واحد، وبعدين قال لي ابلغك ان انت تجيب معاك الشريط اللي فيه دليل المخدرات. شريط؟ الشريط بتاع صلاح ضاحي. مخدرات صلاح ضاحي؟ انت فين؟ انا عند فيلا صلاح ضاحي. طيب ما تتحركش من عندك، انا جاي لك حالا. طب انت ما قلتليش انت مين؟ طيب
تستخبى مني يا لعيب هجيبك برضه. الوقت عمال يعدي، شكل حفيدك هيودعنا. انا جبت الشريط يا استاذ. ايه؟ خد منه الشريط ودخله. ايه تعور نفسك كده يا حبيبي؟ ليه كده؟ خلاص. زيزو، يلا نلحق زيزو. ايوه يا صلاح بيه، كده المهله عدت، هنعمل ايه؟ استنى شويه لغايه ما مهاب يكلمنا ويطمنا ان الشريط بقى معاه وفي امان. اوامر حضرتك. ايوه يا حاج، شريط الفيديو معايا، 10 دقايق وبعدكم. مهاب استلم الشريط، كده الدنيا امان. على الله ما يكونش اتعمل منه نسخه تانية ولا تانية ولا تالتة، كده احنا ايه في ايه؟ اتفضلوا معانا. انا طلعت الملاح عضو مجلس النواب. يبقى شوف الكلام ده بعدين، هاتوه. الحمد لله على السلامة يا زيزو. الله يسلمك يا قلبي. ايه، عجبتك القعدة هنا؟ يلا عشان نروح. يروح معاك على فين؟ هو مين كان اصلا السبب في كل اللي حصل له ده؟ عيب يا غادة، زيزو حفيدي، يعني حتة مني، وبخاف عليه أكتر منك. خلاص، خليك أنت مع غادة. انا اسف يا استاذ هلال، بس هو الحقيقه بيتك ما بقاش امان ولا ليك ولا لزيزو. ابني هيخرج من هنا على بيته، مش هيروح في حته تانية. ماما انا مش هسيب جده لوحده، ولو عايزين نرجع البيت خلاص اللي يجي معايا. لا بس أنا ما برتاحش غير في بيت يا زيزو. انا بيتهيألي بيت الاستاذه غاده هيبقى امن، على الاقل بيتها عليه حراسه. ايه رايحة فين؟ مش هتفطري معانا؟ لا انا عندي جلسه مهمه في المحكمه. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي، يلا افطر، تعالى افطر. لا مش قادر افطر، انا متاخر عندي شغل، يا دوبك افطر هناك. خدني معاك في طريقك، سلام. هما كده على طول؟ سيب كل واحد براحته يا جدو، انا كمان ماليش نفس، انا هطلع. طالعة فين؟ انت مش عندك مدرسة؟ مش هروح، تعبانه عايزه انام. فكك يا هلو فكك، محدش دعوه بالتاني هلو. على رأيك، ده انت من اول ما قمت من النوم الصبح عينك ما اتشالتش من على الموبايل. ما انا بلعب كلاش اوف كلانز. تلعب ايه؟ كلاش اوف كلانز، هخلص ونفطر سوا على طول. لا انا نفسي السادة مش هفطر. ليه؟ انا بعد ما سمعت الفيسك كلانت ده وانا ماليش نفس. فيسك كلاس ايه؟ خلاص انت قلت لي ايه؟ هقفلها. بتقول ايه كلاسيك ايه؟ لا كلاش اوف كلانز. كلاسيك كلاند ايه؟ بحترم نفسك، كنت بتكلم جدك، انا ما يتقاليش ابدا الكلمه دي، فاهم؟ حاضر همسحها والله. كلافس فانكس. خلاص بقى يا صابرين ما تكبريش الموضوع يا حبيبتي. لا الموضوع كبير وكبير قوي كمان يا رؤوف. يا حبيبتي ما انا قلت لك ان كان عندي شغل مهم وما كانش ينفع اقعد، كان لازم انزل. في حد يسيب مراتي يوم ليله الدخله ده لوحدها وينزل؟ معلش يا حبيبتي انا اسف. على فكره امك وحماتك زمانهم جايين وهيسالوا ايه الاخبار. قول بقى ان انت خايف على منظرك قدامهم. طبعا اقول لهم الحقيقه، اقول لهم ان انت هربت وسبتني في اكتر لحظه كنت مستنيها في حياتي. معلش يا حبيبتي، معلش عديها لي المره دي وخليكي جدعه يا صابرين. معلش انا مش جدعه يا رؤوف. انت كل اللي خايف على منظرك قدام ماما، لكن مش همك قلبي اللي انجرح. سلامته يا حبيبتي، سلامة قلبك يا حبيبتي اللي انجرح، سلامته. بس يا حبيبتي عايز اقول لك على حاجه، منظر الراجل من منظر مراته، وانا ما يخلصنيش ان منظر مراتي يبقى وحش.
سنة 98 بدأت تنزل أخبار عني وعن شهادتي، وبعض الجرايد هاجمتني لأني معايا دبلوم وما كملتش تعليمي، وإني مش معايا الشهادة اللي تخليني أكون فنانة وممثلة. وبدأت هوجم الصحفيين عليا، وكانوا بيطردوني في كل مكان، في البيت والاستوديو والمسرح. بقيت بهرب من الصحفيين طول الوقت، وقطعت اللقاءات والحوارات الصحفية لفترة. وكنت وقتها بعرض مسرحية شقاوة بنات، ساعتها قدرت أخلص من زنه عليا وبقى معايا دليل تزويره. سنة 2008 جات لي دعوة لحضور حفل مسرحي لمجموعة مدارس أجنبية في مصر، واتفاجئت بكاف ألف من المدعوين، واتنادى على اسمه بأنه منصب كبير في مديرية التعليم بالجيزة، ولقيته بقى دكتور. واستغربت جدا، ازاي مزور زي ده ومعاه دبلوم يبقى في مركز حساس زي ده؟ بالعلم ننير سماء الكون. وعرفت انه هو اللي دعاني للحفلة. ما كانتش مجرد دعوة الحفلة، دي كانت دعوة للجواز للمرة التانية. ومن خلال دردشتي معاه عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. لازم تكوني عايزة تبطلي فعلا من جواكي، ما تشيليش هم العلاج. أهم حاجة تكوني قد القرار. انا الفتره اللي فاتت دي كنت كاره حياتي باللي فيها، ده اللي خلاني اضرب الزفت ده. بعد كده لما شفت استاذ هلال وشفت طيبته وحنيته، عرفت يعني ايه اب، يعني ايه تحس انك عايش. عشان كده انا نفسي ابطل وارجع بني ادمه طبيعيه. يبقى لازم نبدأ من دلوقتي. أنا خلصت لك خلاص إجراءات الدخول، وهتابع حالتك بنفسي. شكلك كده داخل على قضية جديدة ومحتاس فيها من غيري. بدور على واحد اسمه كاف ألف، شغال في مديرية التربية والتعليم في الجيزة. عايز أعرف اسمه ومنصبه. بسيطة، مع عفاف أختي شغالة هناك، أسألها. هوبا، لقاء العمالقة. بقول لك يا زكي، ما تعرفش حد بيكتب في الفن؟ صحفي، مصور؟ ده أنا أعرف الفن نفسه. طيب أنا عايز أعرف عناوين دول: نعيمة السلطان، ليلى الشناوي، ريهام شفيق. وعايزك تجيب لي مين فيهم بالظبط اللي واخده دكتوراه. بس احنا كده مش محتاجين صحفي، احنا كده محتاجين ريجيسير. وده نجيبه منين؟ هو مفيش غيره، عم نشأت ابو عمر ده معاه عناوين وارقام ممثلات مصر كلهم. اديني انت بس ساعتين زمن وانا اجيب لك خبرهم. تجيب لي خبرهم؟ انا مش عايز اموتهم، انا عايز عناوينهم. خلاص انا اجيب عناوينهم وبقى انت تجيب خبرهم. احنا هنعمل ايه في الكارثه دي؟ وهنجيب الفلوس للراجل ازاي؟ بص بقى، كل ده اصلا حصل بسببك انت اللي خليتني اعمل كل ده، وصورت كل الفيديو كولز كانت بينا. منى انا ما ضربتكيش على ايدك. وبعدين احنا مش هنقعد نلوم في بعض، خلينا نفكر احسن. بص انا خلاص ما بقتش عارفه افكر، انا اصلا اهلي لو عرفوا هتبقى كارثه. اموت واعرف جاب ارقامنا منين. يعني انا رقمي سهل، انما جاب رقمك انت ازاي؟ وليه ما هديتش بنت تانية من البنات؟ اشمعنى انت؟ هو انت عملت كده مع بنات غيري؟ هو انت ايه يا اخي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ هو ده يعني اللي انت بتفكري فيه؟ حبيت اساعدك في التفكير يعني كصديقة، فبعتلك الفيديو ده. هتتنازلي عن المعرض امتى؟
تتوتريش، كل حاجه هتتحل. لو اعرف بس مين ابن الجزمه. حبيت اساعدك في التفكير يعني كصديقة، فبعتلك الفيديو ده. هتتنازلي عن المعرض امتى؟ في ايه؟ هو المفاتيح ما بتفتحش ليه؟ اصل المفاتيح ضاعت مني فغيرت كلهم. خلاص ما تبقيش تنسي بقى تعملي نسخه. حاضر. في ايه مالك؟ لا مفيش، عندي مشكله في الشغل. طيب ماشي، حطي لي الاكل بقى على ما اغير هدومي. رايحة فين؟ لازم اخرج دلوقتي حالا. انت وعدتي دكتور عماد انك هتتعالجي. اخرج تعورني. مش هينفع تخرجي. انا ما حدش هيمنعني. هاتوها. اوعي. حطوها على السرير. اوعي. اوعي. حطوها على السرير. أنا مش فاهمة منك أي حاجة يا دراز، بتكلمني بالألغاز. إيه واحد في منصب كبير بيشتغل معانا هنا في المديرية وأول حروف من اسمه كاف ألف. إيه فزورة؟ ولا فزورة ولا حاجة يا عفاف. طيب بتسأل عليه ليه؟ الراجل ده ليه قضية قديمة ومشي بطال ولازم نفضحه. طب ولما تحصله إن شاء الله وتفضحه أنت هتستفيد إيه؟ ايه اللي هستفيد ايه؟ خبطة صحفية جديدة للجريدة طبعا. قلت لي. وانا اللي كنت فاهمه انك انت اتعلمت من هلال انك انت بتحارب الناس دول، لكن مفيش فايده. اهم حاجه عندك الجريده والنشر وبس، ومصلحه اختك مش حاططها في حسابك ابدا. يوه المهم يا عفاف تعرفيه ولا لا؟ طيب مفيش تفاصيل تانية عنه؟ والله كل اللي اعرفه انه شخص اصولي وكان بيزور شهادات. استنى، كان في واحد بيشتغل معانا هنا اسمه كمال إكرامي. إكرامي؟ مش ده حارس مرمى الأهلي؟ صدق بالله أنا غلطان إني بساعدك. إيش جاب إكرامي لإكرامي ده؟ طب خلاص قولي لي بس تعرفي إيه عنه؟ أعرف إنه إنسان سمعته زي الزفت، والحمد لله يا رب غار وراح في 60 داهية. أكيد اترفد، بس أنا هلاقيه فين دلوقتي؟ اترفد إيه؟ قلبك أبيض. رقوه مسكوه إدارة البعثات في وزارة التربية والتعليم. وعشان سمعته وحشة يرقوه. وده مكانه فين؟ في اليابان. اليابان؟ بيعمل إيه في اليابان؟ مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. ألف مبروك يا ضناي. يا حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. ايه ده مالك؟ شكلك مش مريحني، دبلانه كده ليه؟ لا عادي ولا حاجه. ايه دبلانه ازاي بقى؟ ده صابرين حبيبه قلبي ضحكتها كانت مسمعه الشوارع اللي حوالينا كلها قبل ما حضراتكم تشرفوا. لا عادي، ما هي معروفه اول ما بتبدا بضحك يبقى لازم تنتهي بغم. عسل حماتي. عسل اسود يا جوز بنتي. طمنيني، عملتوا ايه؟ ما عملناش حاجه. يا نسبتي؟ ايه يا نسبتي؟ ولا حاجه ازاي؟ لا ايه نسبتي دي في ايه يا ابني؟ لا مفيش حاجه ولا حاجه ازاي بقى؟ ده احنا ما سبناش حاجه، ما عملناهاش. صابرين حبيبتي ما قصدها ما سبناش حاجه، ما عملناهاش. يا سلام كده طمنت قلبي يا حبيبي. علمتها رمايه الطبنجه ال9 مللي، علمتها ازاي تقبض على مجرمين،
علمتها ركوب الخيل. ركوب الخيل ده احنا كنا دلوقتي قبل ما انتوا تشرفوا كنا احنا هنا رهوان. ده احنا وقفنا بس لما حضراتكم شرفتوا خدنا بريك. احنا اصلا في بريك من امبارح. ايه بتهزر صابرين حبيبتي بتهزر. هو في ايه؟ هي البنت كل ما تيجي تقول كلمه تنط ببقها وتسكتها ليه؟ ها؟ قومي بينا يا صابرين يا حبيبتي علشان انا عايزه اعرف ايه اللي حصل. اصل فار بدا يلعب في عبي وعايزه اطمن بقى. بلاش لسه الفار ينط. تعالى هنا كلمني. هو في ايه حصل حاجه؟ ما هو الحكايه انه ما حصلش اي حاجه. يا نهار اسود. وحشه. ما حصلش اي حاجه وحشه. كده طمنت قلبي حبيبي. بابي. يا من عايزه حاجه؟ انا كنت عايزه موبايل جديد وشويه هدوم كده. شويه هدوم ماشي، بس الموبايل اللي معاكي ما هو جديد. لا، ما اصل كل صحابي معاهم ايفون اكس. ماشي يا ستي. خد يا من. ثانك يو يا بابي. ايه ده يا جمال؟ يا حبيبتي فلوس عشان تشتري هدوم جديده وموبايل جديد. في حد يدي بنت في ايدها مبلغ زي ده؟ انا هاخد الفلوس دي وابقى اجيب لها اللي هي عايزاه. يعني كاف ألف طلع اسمه كمال إكرامي. سافر اليابان في بعثة تعليمية عشان يتعلموا هناك نظام تعليمي جديد بتطبقه اليابان اسمه التوكاتسو. المفروض ان هم يجوا يطبقوه هنا في 212 مدرسة هتبنيها اليابان هنا في مصر على حسابها. طب وهو ايه اللي طلعوا حاجة زي كده؟ المفروض انه كادر إداري. يعني هي جت عليه هو يا هلال. ده كل اللي سافروا معاه في البعثة إداريين في وزارة التربية والتعليم. مش كده وبس، دول كملوا العدد بقرايبهم كمان على اساس انهم مدرسين. يعني راحوا يتفسحوا شويه ويفكوا عن نفسهم على حساب الدوله. ربنا يستر بس وما يتفشوش في اليابان ويتعرف انهم مش مدرسين، هتبقى فضيحه. يعني فرصة وجات لنا ان احنا نعلم المدرسين بتوعنا نظام جديد ينفع الطلاب، نقوم نضيعها من ايدينا عشان هو واصحابه يروحوا يتفسحوا. بس في حاجه يا هلال، انت قلت لي ان كاف ألف ده معاه دكتوراه. عفاف اختي قالت لي ان كمال إكرامي ده لا دكتور ولا حاجه. جبت لك اخبارهم عالمي. طب كويس، استنى لما اكتب وراك. ليلى الشناوي هجرت بره مصر من سنين. ونعيمه؟ لا مفيش حد بالاسم ده. الشيخه ريهام شفيق. شيخه ايه؟ دي ممثله. لا ما هي اعتزلت اعلامي وبقت داعيه. تغيير مهنه يعني. يبقى اكيد هي دي الدكتوره. لا الدكتوره دي ليلى الشناوي اللي هجرت. وده حصل لها ازاي؟ دي صورة للولاد بتوع السايبر اللي بيسربوا الامتحانات. اعمل لي نشرة بيها. احنا بندور على النت والفيسبوك والسوشيال ميديا للولاد اللي في السن دوت، وفي خلال ساعات هنقدر نجيبهم. الامتحان بعد بكرة، يعني العيال دي لازم نوصل لها قبل الامتحان. تمام يا فندم. ريهام شفيق طلعت داعية مش دكتورة زي ما هو مكتوب في مذكرات مريم. ليلى الشناوي دي اللي معاها دكتوراه وده هجرت لأمريكا. بس لو جبنا الايميل بتاعها هنعرف نتواصل معاها ونكلمها على النت. يبقى انا لازم اوصل لريهام شفيق. بعد ما بابي وافق واداني الفلوس، مامي جت واخدتهم مني، فما عرفتش اعمل ايه. يا سيدي انا حتى فكرت ابيع الموبايل واللابتوب بتوعي واقول لها يا سيدي ان هم اتسرقوا، بس دول مش هيجيبوا لي اكتر من 20,000 جنيه. انا كمان ما عرفتش اتصرف في المبلغ. طب وبعدين يعني؟ يا منى اتصرفي. اتصرفي يا منى. ان شاء الله حتى تسرقيهم. اسرق؟ هنعمل ايه يعني؟ انت مش شايفه التهديد؟ اليومين دول بقينا ننام ونصحى على ألعاب شيطانية مصحوبة بحملات ألمية، هدفها إنهم يخرجوا المرأة من بيتها علشان تختلط بالرجالة تحت أي شعار. عايزين يخلونا ننسى حيائنا ونقلع حجابنا. شيخة ريهام، في ناس عايزينك بره. نزلوا النقاب يا فتيات، ما يصحش تتكشفوا على رجالة. انتوا مين؟ أنا اللواء مندور شكري. يا أهلا وسهلا، ارفعوا النقاب يا بنات
انهم من اهل الدار. اتفضلوا اتفضلوا، قوموا انتوا يا بنات، قوموا اتفضلوا يا اهلا. انا قلت ايه خلاهم يعملوا كده؟ انا كنت جاي اسالك. سعادتكم تسالوا براحتكم وانا اجاوب، بس يا ريت تستنوني اخرج البنات عشان نتكلم براحتنا. روحوا انتوا يا بنات، الدرس خلص، يلا مع السلامه. أنا كنت لسه مجهزة تقارير سرية عن الأخوات، وكنت هقدمه بكرة للواء بكر. مش سعادتك زميل اللواء بكر؟ لا، احنا جايين في موضوع تاني الحقيقة. انتوا مين؟ أنا هلال كامل الصحفي. كنا جايين نسأل عن ممثلة كانت معاكي في مسرحية شقاوة بنات. لو سمحت، أنا اعتزلت الفن من زمان وتبت إلى الله. استغفر الله. وحد قال لك تعملي حاجه حرام؟ جاوبي على قد السؤال. أنا ما قلتش حاجة سعادتك. بالراحة يا سيادة اللواء، بالراحة بالراحة. أنا كنت جاي أدور في سر انتحار مريم رياض. الله يرحمه. وعايزك تساعدينا. أساعدكم إزاي؟ كان في ممثلة معاكم في العرض، كانت متجوزة عرفي ومعاها دكتوراه. ما أعرفش قصدك على مين، بس ممكن تسأل ليلى الشناوي ونريمان. أمال مين نعيمة؟ ياه نعيمة، أنت جبت الاسم ده منين؟ ما نريمان هي نعيمة، بس غيرت اسمها. طب ونريمان دي الاقيها فين؟ نريمان مش ممثلة. هي رخرة غيرت شغلتها؟ لا، ما هي أصلا رقاصة. رقاصة؟